دي يا جماعة دقيق، شوية بابريكا، شوية كركم، شوية شطة، شوية توم بودر، بصل بودر، شوية جنزبيل، شوية كمون، فلفل أسمر، كل البهار ده ميكس مع بعضه كده، شوية شطة، عشان طبعا دقيق ومع شوية نشا، عشان نعمل الوينجز في البيت شبيه اللي بتاع كنتاكي كده. وطبعا مية ساقعة وتلج، كلكم عارفين الطريقة. وهنحطه هنا، نغطس هنا، نقلي على طول. وديك تشيكن وينجز بدون الاطراف. بصوا بقى الوينجز انا عامل لها محلول هوك، انا ناقعها من امبارح، ممكن تخليها ساعات، بس انا من امبارح حطيتها في المحلول ده. المحلول بقى عباره عن شطه، فلفل اسمر، كمون، توم باودر، جنزبيل، بصل باودر، شويه كركم، شويه فانيليا. بقى التركه هنا انا مدي فانيليا سن اهو، شايفين اهو، دي كميه اهوت. انا في البيت بحاول اوديكوا الحاجات اللي هي ايه، اقل التكلفه، يعني حاجات البيت غير المطعم. في المطعم عندي الامكانيات اهو. هغرق كده اهو، شايفين؟ شايفين اهو. اهز بقى اهي باقل الامكانيات في البيت. انا ايه الحروف الكريسب ديت. وادي الشكل النهائي. حافظ على صحتك وعلى صحة اولادك. ادي الكنتاكي في البيت. الزيت بتاعي اهوت ما يبقاش سخن قوي في الاول اهو، شايفين؟ هنزل كده عشان لو سخن قوي هياخد لون ومش هيستوي من جوه. عاوزها تكون حراقه شويه، حرقها براحتك، كل واحد حسب مقداره وحياته وفي البيت. ولما يوصل للجولدن كلر كده، اللون الذهبي كده، يلا اطلع بيه. ما شاء الله، الله اكبر. صحتك وصحة اولادك اهم من اي شيء. الدجاج انت عارف مصدره، جبناه عملناه بروستو، كنتاكي، زي ما تقول كريسبي وكرانش، شايفين؟ بص بقى، بص العظم عامل ازاي. عظم الدجاج ابيض ونضيف ازاي يا جماعه، ولا اسود بقى ولا.